بعد ما خلاص بقى حددت البادجت، لازم بقى تقعد مع نفسك قاعده كده، انا حياتي ماشيه ازاي؟ انا النهارده مثلا ساكن في مدينه نصر وشغلي في المعادي، فانا من البيت للشغل بقطع 20 كيلو في اليوم. بعد الشغل دايما 5 ايام في الاسبوع برجع البيت، في يومين بس بسافر فيهم فين. شوف انت تحركاتك شكلها عامل ازاي في اليوم. طب لو بتحرك كتير، هل انت شخص هتتزنق في شراء العربيه فهيبقى دخلك الشهري قليل، فانت محتاج عربيه توفر معاك في المصاريف ولا لا؟ فتبدا تفكر في العربيه كمصاريف تشغيل اقتصاديه ولا لا. وبعدين بقى تبدا تبص العربيه نفسها، احنا عايزين عربيه واسعه ولا انا ومراتي بس لوحدنا، او انا مثلا معايا طفل صغير كده كده هيقعد ورا لكن ما بيركبش معايا حد كبير. لا ده انا مثلا عندي شاليه في راس سدر بسافر كل ويك اند في الصيف، ومراتي بتاخد شنطتين ثلاثه كبار، فانا محتاج شنطه كبيره. لازم تبدا بقى تشوف انت ظروف حياتك ماشيه ازاي، وكل حاجه من الحاجات اللي بتحصل دي متطلباتها ايه معاك وموجوده في العربيه دي ولا لا. انت بقى كسواقه بقى بتحب السواقه ايه؟ بتحب عربيه بتجري مش فارق معاك موضوع الجري خالص، انت راجل هادي خالص؟ بتحب الدلع لو عندك اندرويد اوتو ابل كار بلاي بتحب تشغلهم ومش عارف ايه وبتاع؟ لا انت راجل على الله بتمسك التليفون في ايدك وانت سايق، مالكش في الكلام ده. ايه فارق معاك ان في بانوراما ولا لا؟ اقعد بقى حدد كده ايه الحاجات الاساسيه اللي مش هتستغنى عنها.